خوسي مورينيو كان عنده الحق فاش قال هاد الهضره. اوتاميندي، كيفن دي بروين، فرناندينيو، سيلفا، ستيرلينغ، اغويرو they are investments from the past. هاد الليله في بريمير ليغ جوج مدربين اخرين شافوا الباب مع الفرق ديالهم، والهضره هنايا على توماس فرانك ديال توتنهام وشون دايك ديال نوتنهام فورست، وهادشي اللي خلى العدد ديال المدربين اللي تجري عليهم في بريمير ليغ يوصل حتى ل9 وحنا باقيين غير في شهر جوج. وهادشي اللي كيخلي السؤال يطرح، واش الا جريتي على المدرب كتبدل فريمون شي حاجه في الفرقه، ولا كديرها سبه باش تسكت المشجعين ودير لهم خاطرهم؟ السلام عليكم، معكم دي سبورتس جاي، واليوم بغيت نعطيكم الراي ديالي في هذه الموجه ديال تغيير المدربين اللي كنشوفوها في لي ليغ كاملين. نبداو بالسؤال المطروح، واش كتبدل شي حاجه في الفرقه ولا ما كتبدلش ملي كتجري على المدرب؟ هنا فين كاينه واحد لا نيونس اللي ديال المشجعين اللي بغاو يربحوا دابا ومشجعين اللي كيفكروا في ان بروجي. حيتاش ملي كتجيب مثلا مايكل كاريك وكيربح 4 الماتشات متابعين وكيتعادل الماتش الاخر مع ويست هام، الا كان الهدف ديالك هو الريزولطا وانك تربح دابا، بيان سور كو مايكل كاريك مزيان حيتاش طلعك للكاتريام ولا السانكيام بلاص وكلشي فرحان، المشجعين فرحانين، ولكن خصك تسول راسك واش مايكل كاريك كتشوفوا من دابا 4-5 سنين غادي يبني لك واحد لو بروجي والفرقه اللي غادي يشدها من دابا 4-5 سنين باقا غتربح، ولا غيديروا ليه داكشي اللي داروا اموريم وتين هاغ وفانيستيروي وان فوا غادي يبدا يخسر غيجروا عليه حتى هو وغينساو لو بروجي. وهنا فين كتشوف مثلا توتنهام ولا نوتنغهام فورست اللي ديجا مبدلين 2 ولا 3 المدربين في هذا العام، المدربين اللي مجرين عليهم ديجا عندهم ان سوكسي، مثلا في سيلتيك بالنسبه لأونج وبالنسبه لنوتنغهام فورست اللي بجوجهم جراو عليه. واش المشكل في أونج؟ واش ما كيعرفش يدرب؟ لا، ما يمكنش تسني معاه وانت باغي يربح غير 10 الماتشات ولا هذا، كتسني معاه بوغ ان بروجي. وهنا فين كيجي الدور ديال البريزيدون ديال السي او ديال المكتب، حيت ملي كتبدل المدرب الاول والمدرب الثاني والمدرب الثالث في نفس العام، هما المدربين كاملين تبدلوا، شكون ما تبدلش؟ يعني شكون اللي فيه المشكل؟ ملي بدلتي المشكل وباقي عندك مشكل، دونك المشكل في الاداره. مثلا نهضروا على توتنهام نشوفوا المدربين اللي دوزوا مؤخرا، دوزوا اونج، دوزوا كونتي، دوزوا مورينيو، واش هاد المدربين كاملين فيهم مشكل ولا المشكل في الاداره فريمون؟ وهنا بالنسبه لي هذا هو المشكل اللي ولا في الكره دابا، هو انك ما كتصبرش كلشي بغى يربح دابا، الوغ كو مثلا تشافي ملي طلع كوبارسي وطلع يامال وطلع فيرمين كاملين هذه 3 سنين ولا هذه 4 سنين ما داروا معاه حتى حاجه وما ربحوش معاه زعما تشامبيونز ليغ ولا شي حاجه. ولكن دابا ملي نضجوا تشافي مشى وهما باقين، في الوقت اللي كلشي كيقول لا راه هانسي فليك ولا هذا ولا هذا، لا، غير لعابه اللي نضجوا ولو بروجي غادي وكيزيد. جريتي على تشافي ولكن لو بروجي باقي وغادي. وهنا فين كنردوا الباب اللي خوسي مورينيو كان عنده الحق فاش قال هاد الهضره. اوتاميندي، كيفن دي بروين، فرناندينيو، سيلفا، ستيرلينغ، اغويرو they are investments from the past. كتلقى فرقه مثلا ما بدلاتش مدرب من هذه 5 سنين، هذه 7 سنين، هذه 10 سنين، باقا كتربح. كتخسر مره كيكونوا دي سيزون اللي ما كيديروش مزيان ولكن كيرجعوا حيتاش لو بروجي غادي وكيديفلوبا. وكاينين شي مدربين اللي كيتبدلوا هذا العام والعام اللي موراه والعام اللي موراه وباقيين. هذا مثلا كتشوف نيوكاسل بغاو يجروا على ايدي هاو حيتاش خسر 4 ولا 5 الماتشات ما ربحهمش ولا داكشي، الوغ كتلقاه لاعب مع ليفربول والسيتي وهذا. وفاش كتجي تقلب ايدي هاو شنو دار في هاد 4 سنين اللي سنا معاه، كتلقاه طلعهم من 19 ل 11 العام الاول، والعام اللي موراه دا معاهم وصل معاهم من 40، العام اللي موراه دا معاهم شي حاجه، العام اللي موراه وصلهم من 50، وصل 3 لي فينال. ان سيغتان مومون كتقنع وكتثيق بالبروجي. السيد ماشي ليه ايزاك، ماشي ليه هذا، ماشي ليه هذا، وكتقول ليه لا بغيتك باقي تربح، نو. ولا مثلا نفس الحاجه مع مارسيل وديزيربي اللي دابا واحد من احسن لي تاكتيسيان وها هما جراو عليه. المهم في هادشي كامل كيبقاو هذوك الناس كيفهموا احسن مني. ممكن يكون عندي واحد الراي ولا جوج. الا عجبك الكونتنت كيف ديما خلي لايك وفولو، وما تنساوش الكره في التيران والحساب عندي.